بتسرق مواشي تحت؟ لا مش مواشي. امال عشان ايه؟ انا تعبان نفسيا وحصل معايا ديول واهلي كانوا مزنجين عليا كده. طب انت اهلك مزن عليك تقتل الناس دي تودي؟ ما في حاجات مش هينفع فيها، لان في شرف وعرض وفي اهله وفي بيته مش هينفع. هو دي كان بيعمل حاجه مع اهل بيته؟ لا. في يوم الأحد 5/1/2020 الناس وهي رايحة تصلي الفجر شافوا من بعيد حريقة كبيرة جدا كانت موجودة في أحد البيوت. الأهالي حاولت بكل الطرق السيطرة على الحريق ده ولكن مش قادرين. اتصلوا على الشرطة وعلى المطافي، ولما المطافي وصلت كان للأسف البيت كله اتحرق بالكامل. المثير بقى انه هي الناس دي بتحاول انها تطفي الحريقة، ما كانش فيه حد من اهالي المنزل بيصرخ او بيستغيث او حتى بيحاول انه يهرب من الحريقة. فالناس كانت معتقدة ان مفيش حد موجود جوه البيت. ولكن بعد اخماد الحريق اتصدموا من المفاجأة، لانه تم العثور على 7 جثث متفحمة تماما جوه البيت وفي اماكن مختلفة. 5 منهم في الزريبة بتاعت المواشي و2 في البيت نفسه. اللي ماتوا جوه الزريبة هو صاحب البيت حسني وكمان مراته وامه والاتنين ولاده الكبار، واللي ماتوا جوه البيت ولاده الباقيين الصغيرين وهم 2 اولاد. الناس كانت معتقدة ان يمكن تكون حصل ماس كهربائي وهو اللي عمل الحريقة دي وولع في البيت كده. وبسبب ان الجثث كانت متفحمة الكل كان شبه متأكد ان الوفاة بالتأكيد بسبب الحريق. ولكن رجال الامن كانوا شاكين في اللي حصل ده، وممكن يكون وراء الموضوع ده فعل فاعل، بسبب ان مفيش حد كان بيستغيث او حتى حد حاول الفرار من الحريق. ده غير ان الجثث مش موجودة في مكانها الطبيعي الا الطفلين الصغيرين اللي كانوا في سريرهم. طب ايه اللي ودى ال5 التانيين لزريبة المواشي؟ رجال الامن قامت باستدعاء فريق من الطب الشرعي لمعاينة البيت وفحص الجثث للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة، كمان معرفة سبب الحريق. الصدمة بقى كانت لما تقرير الطب الشرعي صدر، واللي كان مفاجئ لرجال الامن والاهالي والقرية كلها، وهي ان سبب الوفاة مش الحريق زي ما كانوا معتقدين، لا ده تم طعن كل افراد المنزل بالسكين وفي اماكن متفرقة من الجسم، وانه تم التخلص منهم جميعا قبل الحريق، وبعد كده تم اشعال النار في المنزل لاخفاء معالم الواقع. كمان الطب الشرعي قدر يتوصل لبقعة دم غريبة لا تخص جميع افراد الاسرة، يعني الشخص غريب، فبالتأكيد اثار الدم اللي تم العثور عليها دي للشخص اللي عمل في الاسرة دي كده. رجال المباحث بدأوا بقى في تكثيف التحريات عن المجني عليه حسني. ايه علاقاته؟ هل كان ليه خصومات مع حد او مشاكل او حتى طار؟ اتضح بقى ان المجني عليه اسمه حسني سعد، شغله الاساسي مبيض محارة، وكان بيربي خرفان وغنم ومواشي علشان يحسب من دخله. عمره 38 سنة، متزوج وعنده 4 اولاد، عايش في قرية صغيرة جدا اسمها عزبة الشيخ علي تابعة لمركز كفر الشيخ محافظة البحيرة. امه عايشة معاه. كان شخص طيب جدا ومحبوب من كل الناس وفي حاله، وما بيعملش مشاكل من اي نوع مع اي حد. لما رجال الامن ما وصلوش لحد يكون ليه عداوة مع المجني عليه، بدأوا بقى انهم يبصوا على الخيط التاني، وهي بقعة الدم الغريبة واللي وجدوها في مسرح الجريمة، ويبدأوا بقى يبعتوا لجميع المستشفيات عن أي حد متعور في أي جزء من جسمه ويكون نزف دم، ويكون دخل طوارئ أحد المستشفيات علشان يعالج الجرح ده في وقت معاصر لارتكاب الواقعة، لحد ما فعلا توصل إشارة بوجود شخص متعور بجرح غائر في إيده وصل للطوارئ إحدى مستشفيات العامة التابعة لكفر الشيخ. والشخص ده كان متوتر جدا وتم علاجه وما زال داخل المستشفى لتضميد جراحه. بسرعة المباحث اتوجهت للمستشفى وبدأت تشوف الشخص ده، ويتضح ان اسمه شريف الزيات، والمفاجأة انه من نفس القرية اللي حصلت فيها الجريمة. سألوه عن الجرح اللي في ايده ده وسببه ايه، قال لهم انه عادي يحصل له كده وده بسبب شغله لانه بيشتغل جزار. المثير بقى واللي زود الشك في محمود ان لما سألوه عن هل سمع اي حاجة عن الحريقة اللي حصلت في العزبة واللي مات فيها اشخاص كتير دي واللي هو ساكن فيها، هو اتوتر شوية وقال لهم حريقة ايه، لا انا معرفش حاجة عن الحريقة دي. لما كمان قال لهم انه ما يعرفش حاجه عن الحريقه دي، ده زود الشك فيه اكتر، لان كل اهالي القريه عارفين اللي حصل وايه الحريقه اللي حصلت دي. رجال الامن سابوه يمشي، ولكن قبل ما يمشي طلبوا من الدكاتره انهم ياخدوا منه عينه دم على اساس انها مرحله من مراحل العلاج. هما طبعا كانوا شاكين فيه زي ما قلنا، وخدوا مني العينه دي علشان يطبقوها مع عينه الدم اللي تم العثور عليها في المنزل بتاع الجريمه. رجال الامن بداوا يعملوا تحريات عن شريف الزيات، واللي اتضح منها انه شخص مش كويس
وسيء السمعة، كمان مسجل وعليه أحكام. كمان المفاجأة بقى إنه لما تم فحص عينة الدم اللي خدوها منه في الطب الشرعي اتضح إنها فعلا مطابقة لبقعة الدم اللي تم العثور عليها في البيت. كده بقى تم التأكد إن هو الفاعل. على طول رجال الأمن اتوجهوا علشان يقبضوا على شريف. راحوا له البيت مش موجود، راحوا له محل الجزارة بتاعه مش موجود، يدوروا عليه في كل حتة فص ملح وداء. والشرطة بدأت في تكثيف التحريات عنه وعن قرايبه لحد ما توصلوا أو جات لهم معلومة مؤكدة إنه مستخبى عند قرايبه في منزل موجود في منطقة برج العرب باسكندرية. تم التوجه إلى المكان التواجد بتاعه، وتم عمل كردون وقدروا يقبضوا عليه. في الأول كان بينكر كل حاجة وإنه ما عملش كده، ولكن بعد الضغط عليه وبمواجهته ببقعة الدم وإنه تم فحصها وتم التأكد إنها بتخصه هو، في الوقت ده بقى ما قدرش ينكر ويعترف بكل حاجة عن طريقة ارتكاب الواقعة وإيه اللي خلاه عمل كده. اعترف بكل حاجة، وبيقول في اعترافاته انه ما كانش حد بيحب يتعامل معاه ويشتري منه لحمة من محل الجزارة بتاعه، وده خلاه يبيع اللحمة بأقل من سعرها بكتير علشان يجذب الناس للتعامل معاه. ولكن بدأ يخسر فلوس كتير وبقى مديون لتجار المواشي، تجار كتير بقى ليها فلوس عنده، واللي كانوا بقى رافضين يدوله اي مواشي تانية الا بعد ما يسدد الفلوس القديمة اللي عليه الاول. وهنا بقى بدأ يفكر انه يسرق مواشي ويذبحها في المحل علشان يقدر يحل جميع مشاكله ويسدد كل الديون اللي عليه، والمحل بتاعه يرجع يشتغل تاني زي الاول واحسن كمان. وفعلا بدأ في التنفيذ، ووقع اختياره على بيت حسني لأنه موجود على أطراف القرية، بيت من 3 أدوار والزريبة جنب البيت وليها باب من الخارج. ده غير إن حسني راجل طيب وبينام بدري علشان شغله في المحارة، وهيكون سهل الدخول إليه ويقدر يسرق منه المواشي بدون ما حد يحس بيه. وفعلا يتفق مع سواق عربية ربع نقل تبعه ويبدأ في التحرك على الساعة 2 بالليل على منزل حسني. العربية استنته خلف البيت، وشريف قدر يدخل الزريبة ويفك البهايم واحدة ورا التانية، ومن طمعه ما خدش البهايم ومشي، لا ده فكر كمان انه ياخد الخرفان اللي موجودة. وهنا بقى بدأ صوت الخرفان يعلى وحسني يحس بحركة غريبة في الزريبة، اكيد في حاجة بتحصل. قام من نومه ونزل بسرعة علشان يشوف ايه اللي بيحصل ده، ولكن وللأسف شريف الحقير استخبى خلف الباب ومن غير ما يفكر كتير، وأول ما حسني يدخل من الباب يطعنه بطعنة غائرة جدا بالسكين بتاعه. وبرغم ان ضربة السكينة دي كانت كبيرة، حسني لما خد الضربة دي ما استسلمش بسهولة، مسك في شريف وبدأ يقاوم فيه ويعافر معاه. وفي الوقت ده قدر يعور شريف بإيديه بالسكينة اللي معاه، ولكن بسبب الضربة اللي كان واخدها في الأول والدم اللي نزل منه بغزارة أدى إلى إنهاكه لحد ما وقع على الأرض غرقان في دمه وتوفى إلى رحمة الله بسبب الصوت اللي كان طالع من الزريبة من العركة اللي كانت دايرة بين شريف وحسني. الأم قامت مفزوعة من النوم وتوجهت إلى غرفة الزوجة، ولما سألتها على حسني ردت إنه فنزلت الأم والزوجة للزريبة علشان يطمنوا على حسني، وياريتهم ما نزلوا لأنهم أول ما دخلوا الزريبة برضو شريف كان مستخبي ورا الباب، وهم أول ما شافوا حسني غرقان في دمه بدأوا يصوتوا. ولكن شريف في أسرع وقت سد الطعنة للأم ثم طعنة للزوج لينهي حياتهم بجوار الإبن. الصوت والصريخ اللي طلع من الأم والزوجة اتسببوا إن عيال حسني الكبير واللي بعديه يقوموا مفزوعين من النوم، يروحوا على اوضه الاب والام ما يلاقوهمش، يقرروا بقى انهم ينزلوا بسرعه على الزريبه علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. واول ما يدخلوا على طول يمسك الولد الصغير ويبدا في طعن الكبير، وبعد ما يطعن الكبير يطعن كمان الصغير. بعد كده خلص على حسني وامه وزوجته واولاده الاتنين ويسيبهم في الزريبه بتاعه البهايم. ولكن بعد ما يطلع من الزريبه يقف شويه ويفكر انه ممكن يتكشف، فشيطانه يوسوس له انه لازم يخفي جريمته اللي عملها دي. ففكر بقى في ايه؟ انه يحرق البيت باللي فيه علشان يبان اللي حصل ده قضاء وقضاء، وان السبب في موت العيله كلها هو الحريم. المجرم بقى للأسف الشديد دخل البيت علشان يشوف هل في حد تاني موجود ولا لأ. طلع الدور التاني، فتح باب أوضة من الأوض، لقى للأسف عيال حسني الصغيرين الاتنين نايمين على السرير، وما فكرش اللحظة انه يرحمهم ويسيبهم وكفاية اللي عملوا في الباقيين. لا، ده دخل عليهم الأوضة وبنفس السكينة اللي كانت معاه واللي خلص بيها على أبوهم وأمهم وأخواتهم طعنهم بيها، وخلص عليهم في مكانهم وعلى سريرهم. وبعد كده جاب بنزين كان موجود معاه في العربية اللي كانت معاه وبدأ يسكب في كل حتة في البيت، وقام بإشعال النيران والبيت ولع لحد ما شافوه الأهالي زي ما قلنا في أول الفيديو وبلغوا.
لما تم بقى الإيقاع بشريف والقبض عليه تم تقديمه للمحاكمة الجنائية، وكانت أولى جلساته بتاريخ 28/12/2020. أثناء نظر القضية حاول شريف إنه يشكك في قواه العقلية، وإنه كان عنده عوامل نفسية هي اللي أثرت، كانت عنده من وهو صغير، وهي بقى كانت السبب واللي أثرت عليه وخليته يرتكب الجريمة دي. ولما المحكمة سألته عن إيه هي العوامل دي قال لهم إنه مش هيقدر يتكلم في العلن علشان الحاجات دي خاصة بأهله. كمان المحامي اللي كان حاضر معاه حاول يشكك في الأدلة، وإنه مش ممكن هيسرق مواشي لأن عيلته غنية ومرتاحة ماديا فمش محتاج إنه يعمل كده. ولكن طبعا المحكمة ما خدتش بالكلام ده وتم الحكم عليه بالإعدام شنق. وفعلا الشخص ده يستاهل العقوبة دي مش مرة، دي 1000 مرة على اللي هو عمله في العيلة بتاعة الإنسان الطيب اللي في حاله اللي ملوش مشاكل مع أي حد. ربنا يرحمهم جميعا ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، وربنا يرحمنا ويرحمكم جميعا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.